السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة بقى هنعمل أكلة من أهم الأكلات اللي بنحبها، كلنا بنحبها، مفيش حد اختلف عليها. مناسبة لعزومة، مش عاوزين تطبخوا، مش تكلفوا نفسكم وعايزين أكلة سهلة وبسيطة. هعرفكم النهاردة طريقتي في المكرونة البشاميل. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت واشتراك في القناة. يلا بينا نبدأ. أول حاجة هجيب حلة هغلي فيها مية، وبعد كده هضيف معلقة ملح و3 معالق كبار من الزيت، وبعد كده هنزل بالمكرونة. هسلق المكرونة الأول، دي أول حاجة. أنا هعمل كيسين مكرونة عشان أنا هعمل صينيتين. وبعد كده هبدأ أعصج اللحمة. أنا هستخدم كيلو إلا ربع من اللحمة المفرومة. وبعد كده هضيف البهارات، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة السبع بهارات، نص معلقة كمون، ونص معلقة بهارات ملح لحمة اقصد. وهقلب كله مع بعضه. وبعد كده هضيف الملح. انا هضيف على الكيلو الا ربع معلقة كبيرة من الملح، وهقلب كله مع بعضه. وبعد كده هسيبها تعصق. تعالوا بقى نقلب المكرونة تقليبة كده، وبعد كده نسيبها تكمل سواها. ويلا بينا نعمل البشاميل. 4 معالق من الزبدة و4 معالق من الدقيق، وهقلبهم كويس مع بعض. وبعد كده هضيف اللبن. هنزل باللبن واحدة واحدة علشان البشاميل بتاعي ما يكلكعش، ولازم يكون اللبن بدرجة حرارة الغرفة. هقلب بمضرب أفضل. وبعد كده هضيف نص معلقة من الفلفل الأسود ومعلقة صغيرة من الملح، وهقلب كويس. وبعد كده هبدأ أظبط الصينية بتاعتي. أنا هضيف في أرضية الصينية كوباية من البشاميل، وبعد كده هنزل بنص كمية المكرونة، وهقلب المكرونة مع البشاميل كويس. في طريقة تانية اننا ممكن نحط البشاميل على المكرونة على اللحمة ونقلبهم كويس مع بعض، ودي الطريقة التانية اللي انا بعملها لكم بيها. ممكن تعملوها بالطريقة اللي تريحكم. هقلب بقى المكرونة مع البشاميل كويس، وبعد كده هضيف طبقة من اللحمة. هساوي اللحمة كويس في الصينية. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنت واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وعلشان طبعا انا بكبر بيكم. وبعد ما ضفت طبقة اللحمة هضيف اخر طبقة، واللي هي المكرونة بالبشاميل كده مع بعض اهي زي ما انتوا شايفين. اعملوها بالطريقة دي، طعمها كان حلو جدا وكانت سهلة، ما خدتش من وقت كتير. وزي ما قلنا طبعا هنضيف اخر طبقة، وبعد كده هضيف البشاميل بتاعي. هسويها الاول كويس، وبعد كده هضيف البشاميل بتاعي اللي هو الوش. انا مش بحب البشاميل يبقى كتير، هضيفه اهو. ويا جماعة ما ننساش نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد ما ضفنا البشاميل هضيف الجبنة الموتزاريلا. ممكن تضيفوا الجبنة المتوفرة عندكم، جبنة موتزاريلا، جبنة شيدر، ميكس جبن، زي ما انتوا عايزين. وبعد كده هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 على الأرضية بتاعة الفرن. وبعدين هرفعها على الشواية علشان تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. شكلها كان تحفة وطعمها كان جميل. وبس، دي كانت وصفتنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.